كلام ايه اللي بتقوله ده يا ديس؟ حرام عليك يا جدع، عم امين طول عمره راجل نضيف وسمعته زي الجنيه الدهب. نضيف؟ مش انا اللي بقول يا سمينه، الحكومه اللي بتقول، ولو مش مصدقني روح اسالهم. هدي اخر المشي العوج والقبض بالايد الشمال، ده بكره تبقى فضيحتهم بجلاجل. فضيحه بس؟ دي فضيحه بريحه، واللي ما شمش الخبر بكره هيشم، وريحته ومنتنا هتبقى في كل مكان. هحمدك يا رب، ده ربنا خلص لك يا ولا طارق يا حبيبي. حبيبتي ياما. بطلي عياط بقى يا بنت انتي. ما تقلقوش ان شاء الله خير. بعدين ان شاء الله هيطلع سوء تفاهم وهنمشي كلنا مع بعض. بس بجد بقول لك يا طه، ايه يا حبيبي؟ تاخد اخواتي تروحوا والمره تقعد معاهم شويه وتجيب لي جاكيت وانت راجع. لا يا ادم، انا مش همشي من هنا لما اطمن على ابوك. انا مش هسيبك لا يا ادم. خلاص يا ادم سيبها شويه عم امين ونخرج كلنا نروح مع بعض ان شاء الله. ما تعملوش صوت عشان محدش يجي يزعلنا ويمشينا. اهدوا كده بقى باذن الله خير. خلاص تفهم. ادم، انت بتعمل ايه هنا؟ ايه ده؟ انت عندك حاجه ولا ايه؟ لا ابدا، انا ابويا بيحققوا معايا في مشكله كده. بيحققوا معاه في ايه؟ حاجه كده يعني ان شاء الله خير. طب ايه ده؟ انا كده كده داخله للمأمور، اديني اسم باباك بالكامل وانا هحاول افهم منه ايه الموضوع. انت تعرفي المأمور؟ لا، داخله له في حاجه لازم اخلصها معاه. طب والنبي عليا لا تقفي جنبي، انت عارفه انا ما عنديش واسطه ولا اعرف اي حد. تكلميه كده ولا تقولي له اي حاجه. ما تقلقش يا ادم، قول لي بس اسم باباك بالكامل ايه؟ امين عبد الحي. طب اهدى واستناني هنا وانا راجعه لك على طول. أنت متهم بتقاضي رشوة والتربح من خلال وظيفتك الحكومية يا سيد أمين. انا غلبان يا سعاده البيت. انت متصور صوت وصورة وانت بتاخد بقية المبلغ، يعني القضية لابساك. مفيش داعي للإنكار. أخدت الرشوة ولا لا؟ غصب عني يا سعاده البيت، والله غصب عني. الدنيا كانت ملطشه معايا ومش عارف اعيش، كنت مضطر، والمضطر بيركب الصعب. مفيش أصعب من فساد الذمم والأخلاق، ولا إيه يا سيد أمين؟ عارف والله يا سعاده البيت. أنا كنت عايش بما يرضي الله وكافي خيري شري وراضي باللي بيبعته ربنا، بس مش ذنبي. أنا ترس في مكنة والمكنة كلها مصدية، يعني كان لازم الصدى يطولني. ساعة البيت أنت لو حطيت تفاحة بايظة جوه قفص تفاح سليم، القفص كله هيبوظ ويعفن. شوفوا مين اللي ساب التفاح البايظ جوه القفص لغاية القفص كله ما باظ. يعني أنت معترف إنك أخدت الرشوة؟ وأنا الواحد اللي باخد يا سعادة البيت؟ ما البلد كلها بتاخد، من كبيرها لصغيرها بياخد. الكل فاتح الدرج ومستني السبوبه اللي هيرميها له صاحب المصلحه. هو في حد عايش على مرتبه النهارده؟ قبل ما تحاسبونا احنا بيه، حاسبوا الكبار اللي باعونا برخص التراب خدوا عمولات بالملايين. ولا هو الغلبان في البلد ده مالوش ظهر، هو اللي لازم ينضرب على بطنه لحد ما يموت. ما تكتبش الكلام ده يا ابني. عم أمين، حاسب على كلامك قبل ما تلبس قضية تانية غير قضية الرشوة. ما عادش تفرق معايا يا بيه، أنا خلاص راح في داهية. ازاي عليك النبي، دوروا على راس التعبان واقطعوها، دوروا على الكبار اللي خدوا رموز من قدامنا وسابونا نسأل الله في حق الرغيف الحاف مش لاقيينه، دوروا عليهم وخلصوا البلد منهم عشان الغلابه اللي زي حالتنا احنا يعرفوا يعيشوا. والله العظيم لو ما سكتوا دلوقتي لا روحكم. في ايه؟ اسكتوا بقى يا جماعه. اهدى يا ادم. قلبي معاكي يا بطه، قلبي معاكي يا ساميه. شفت بختنا، معرفش ماله يا هلا. تعرفيش امي عامله ايه دلوقتي؟ جبنا لها دكتور وان شاء الله هتبقى كويسه. اطمن يا ابني، زمان ام نضال قاعده معاها دلوقتي. قولوا لي عم امين عامل ايه؟ ولا حد عارف اي حاجه. استرها يا رب. كانت مستخبي لنا فين ده كله يا ربي. اهدي بس، اهدي، ما تعمليش في نفسك كده يا بطه. انا ازاي بس؟
مش عارفه هنلاقيها منين ولا منين. اطمنوا، عم امين طول عمره راجل شريف واكيد بريء ومتهمينه غلط. انا قلت كده برضه. ابوك طول عمره راجل محترم، لا يمكن يعمل كده. مرزوق ايه اللي حصل يا مرزوق؟ ابوك لابس قضيه رشوه. ايه؟ يا لهوي. رشوه ازاي يعني؟ قلبي معاك مش مسكوه متلبس؟ معاك اهدي. بس اهدى ازاي؟ متلبس ازاي يا مرزوق؟ متلبس ازاي؟ محكمة! بعد الاطلاع على أوراق ومستندات في قضية رقم 38 جنايات القاهرة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم فتوح محمد هريدي والمتهم أمين عبد الحي سلامة مرتشي موظف عام، وذلك بالسجن 3 سنوات لكل منهم. تقبل الله. تقبل منا ربنا. اسم الكريم ايه؟ آدم. آدم اسم جميل. الله، ده اسم أبو الأنبياء والخلق. أخوك مصطفى. أنت من المنطقة هنا يا آدم؟ من أبو العلا. ما بشوفكش كتير معانا في صلاة الفجر. بصراحة يعني أنا مش منتظم في الصلاة أوي، بس عندي شوية مشاكل كده، فقلت أجي أصلي معاكم الفجر يا جماعة. أنت ابن حلال، لأن أنا هقول لك دعاء تقول ورايا كده، ربنا سبحانه وتعالى هيكشف عنك كل كربك وهمك. اللهم إني أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس اللهم إني أنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك عدل في قضاؤك ماض في حكمك أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وحزني إن شاء الله ربنا هيفك عنك جميع كرب. آمين يا رب. أخوك محمد. على فكرة أحسن حاجة اللجوء لربنا. أنا كنت زيك مش منتظم لغاية أما ربنا سبحانه وتعالى بعت لي واحد أخذ بإيديا وقال لي كلمة لسه فاكرها لغاية دلوقتي. قال لي إن الصلاة هي الصلة اللي بينك وبين ربنا، فمعقولة نقطع الصلة اللي بيننا وبين الخلق؟ ربنا يخليك يا شيخ مصطفى. وعايزين كده نشجع بعض ونشوفك دايما معانا كده إن شاء الله. إن شاء الله. يلا بينا بقى مع الإخوة نسمع كده درس ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بيه إن شاء الله. إن شاء الله. يا شيخ آدم. يا باشا. مش لابس اليونيفورم ليه؟ يونيفورم ايه يا باشا؟ الجلابية والطاقية والسبحة. ما تأخذنيش يا باشا، مش فاهم حضرتك تقصد ايه؟ يا ابني عدة الشغل. يا غلا. أصل زي ما تقول كده يعني خير اللهم اجعله خير يعني. جات لي كده صورة في المنام وانت لابس فيها أبيض في أبيض. جلابية بيضة
وبطاقيه بيضه وماسك سبحه خضراء. بسم الله ما شاء الله عليك زي القمر. وقال ايه؟ داخل مسجد الرحمن في منطقه ابو العيله. وقابلت كده ناس لابسين ابيض في ابيض، ناس من هم الطيبين دول، قاعدين بتخططوا لحاجه، بتتكلموا في حاجه، ناويين على حاجه. بس ساعتها بقى انا صحيت، ما اعرفش بقى كنتوا بتتكلموا في ايه يالا؟ كناش بنقول حاجه يا باشا. انا كل الحكايه ان انا اليومين دول تعبان وظروفي ملخبطه معايا، فقلت انزل اصلي الفجر. بالصدفه هناك قابلت ناس ما اعرفهمش، قالوا لي تعالى احضر معانا درس الدين. عينك ما تفرقش عيني، كمل. قالوا لي تعالى احضر معانا درس الدين. قعدت معاهم وحضرت الدرس، كنت محتاج اسمع كلام ربنا يطمني. واطمنت يا روح امك؟ عينك ما تفرقش عيني ولا خزقهم لك؟ انت متعود تروح الجامع ده؟ ابدا يا باشا، انا بروح بس في الجمعه والعيد. اشمعنى الجامع ده تحديدا؟ ابويا يا باشا كان معودني من وانا صغير اروح اصلي في الجامع، زي ما تقول كده يعني. كان فرحان بخلفتي عشان انا الولد الوحيد على بنات، كان بياخدني نروح نصلي في الجامع. كل الحكايه كان نفسه ان ابنه قلبه يتعلق بالجامع. اكيد حضرتك عندك ابن ونفسك تشوفه كده، نفسك تشوفه قلبه متعلق بالجامع. مش حضرتك عندك ولاد برضه يا باشا؟ ربنا يخليهم لك. رد بقى. Hi Mr. Richard, where are you? Hey Nancy, how are you? I'm so sorry, I only got back from Sham now. But I have prepared your money, so it's at the old villa. Okay, now I'm traveling tomorrow and I really need the rest of my money today. Traveling tomorrow? Your money is ready and I would really like your opinion on some accessories I bought in Sham. Well, actually, I'm very busy today. Can you send me someone? Nancy, I just don't have anyone I can trust with that amount of cash. I'd prefer if you can pick it up. Okay, can you send me your address in a message, please? I'll do that right away. Thank you. هتوحشيني يا نانسي. انت كمان يا سهى. على فكرة أنا وصيت ماما لو احتجتي أي حاجة روحي لها في أي وقت. اوكي يا حبيبتي. وخدي الفلوس دي. كفاية، انت اديتيني مكافئتي خلاص. معلش عشان خاطري ريحيني يا ستي. اوكي يا حبيبتي. بصي بقى، أنا اتفقت مع جاليري هيشتري كل الحاجات اللي عندنا، طبعا بنص التمن كالعادة لما يعرفوا إن في حد مزنوق ومسافر. بس anyway هو هيبعت النهارده عمال هيشيلوا كل الحاجات دي. متنسيش أول ما يخلصوا قفلي وادي المفتاح لماما. حاضر يا حبيبتي ما تقلقيش. مش عايزة حاجة؟ ميرسي يا حبيبتي. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. باي. ايوه يا عروسه، ساعه وجاي لك ان شاء الله. الرصيد خلص.
الدومه. حبيب قلبي يا ابو حميد، بقول لك ايه يا معلم، ما تخليك جدع وتجيب الطلب ده وصله انا. انت عارف الاستاذ جوهري، وانت عارف قرايه فتحتي النهارده، ما تبقاش رخم بقى. حط حاجه. خلاص يا واد، الف الف مبروك يا حبيبي. حبيب قلبي، عقبالنا يا رب ان شاء الله. الله يسهل له يا عم. حبيب قلبي، الله يسهل له. مش عايز حاجه. ايه رايك؟ My little Nancy coming to town. Coming. Hi. Hey, Nancy, you're beautiful. Thanks. Am I early or something? Oh, no, you're just in time. I had a long day at work. I'm trying to relax with a drink. Oh, please. ايه الباروكة اللي لابسها دي؟ Hope I'm not disturbing you, but I really needed my check. Not at all. What can I get you? I've got whiskey. Besides, I don't like to drink alone. Oh no. Just your client. What the hell are you doing? It's just you look so hot. You're drunk. Listen, you give me my money now or I swear to God I'm calling the police right now. Whoa, relax. Relax, baby. Why are you so nervous? I'll make you an offer you can't refuse. Your check for a kiss. Back off! What? It's a good deal, girl. I said back off! Loosen up, baby. Let's do this. ايه ده؟ 81؟ ده انا عايز 80. اللي واخد عقلك يا عم ادم. ماشي يا هنا. What's your problem, man? ايه يا استاذ؟ بس استهدى بالله، بس استهدى بالله. في ايه؟ Let's start off on a new. بيقول ايه ده؟ في ايه؟ ده جوزك ده؟ لا مش جوزي. معلش استهدى بالله، استهدى مش جوزي. ويت يا خواجه، ويت يا خواجه. Sit down, have a drink. اهدى بس يا عم الخواجه. درينك ايه بس؟ انت متاكده ان ده مش جوزك؟ قلت لك صدقني مش جوزي. طب ده بيت مين فيكم؟ Let me just talk to you. بتعملي ايه هنا طيب؟ انا مهندسة نيلة ديكور، عملت له ديكورات في البيت وكنت جايب فلوسي. You out. You stay. حياة امك. You want to steal my woman? You want to steal my woman? Hey!
بقول لك يا ابو الشوق، الراجل ده عايزين نزود له الحاجه شويه، وكلمني في التليفون وزعلان منك جدا، وبيقول لي الحاجه طلعت قله. هو الجدع ده بقى مصري ولا ايه؟ مش هنعرف نضحك عليه تاني يعني؟ وبعدين ما ينفعش نزعله يا شوقي، ده بيدفع بالدولار. بصراحه وبيحرق كتير. طبعا ما هو لازم يحرق كتير، انت ما انت شايفه جرم ازاي. بس انت متاكد ان الخواجه قال لك الا؟ ايوه يا عم قال لي الا. ايه ده الباب مفتوح. الظاهر بتمطر بيتزا كمان. صحيح. خواجه ريتشارد، خواجه. ايه ده؟ ايه اللي بهدل الدنيا هنا كده يا شوقي؟ مش عرفني، انا مش كنت معاك. الحق! يا نهار ازرق. يلا بينا بسرعه يا شوقي، الحكومه جايه يا شوقي. بس اثبت. بقول لك ايه، الخواجه ده كان معكمهم ايه ومهبب ايه؟ بقول لك الحكومه جايه، يلا بينا يا شوقي الله يخليك. وطي صوتك، دي فرصتنا وجت لغايه عندنا. بقول لك ايه، الموقف ده عايز رجوله، عايز قلب ميت يا شوقي. اسمع اللي بقولك عليه، انا عايزك تلم الدنيا اللي هنا وانا هطلع واشوف فيه ايه فوق. طب يلا خلصني بسرعه. يلا يا شوقي، استرها يا رب. يا ابني ما تقلقش واطمن، خلي املك في ربنا كبير. ونعم بالله. يا رب استر يا رب. امي اتصلت بيا يجي 100 مره وما رضتش، اكيد قلقانه عليا جدا. انت بتعمل ايه في الموبايل بتاعك؟ ليه؟ ممكن يعرفوا مكانك عن طريق القمر الصناعي. اقول لك يبقى انزل في اقرب تليفون عمومي كلمها مني، ده اسلم حل. الو. ايوه يا ام وحشتيني. انت فين يا ادم؟ اتفضلوا. الشهود دول كلهم بقى كده بربطة المعلم ما لهمش أي لازمة. احنا قدام لغز كبير، وحل اللغز ده في ايد اتنين ما لهمش تالت. آدم عبد الحي وشريكه صاحب البصمة المجهولة. آدم عبد الحي كده كده معانا، وخصوصا لما اترفعت البصمات من مسرح الجريمة طلعت مطابقة تماما لبصمات آدم عبد الحي، يعني كان موجود ساعتها، وده أكبر دليل. تمام يا باشا، أنا حاسس إن احنا وصلنا لمعلومات مهمة جدا. ايوه بس في تقرير هنا بيقول انهم لقوا طلقه مدممه مستقره في الباب من فصيله غير فصيله المجني عليه، وده معناه ان الجاني او حد من اللي كانوا معاه اخذ طلقه وتعور. هشام بيه، شيء طبيعي ان الراجل الامريكاني لما حاولوا يقتلوه كان بيدافع عن نفسه. ايوه يا باشا، بس في تقرير هنا تاني بيقول ان كل الاسلحه المستعمله في الجريمه ملك للمجني عليه، بدليل انهم لقوا رخصهم والذخيره بتاعتهم في الدولاب عنده. عايز توصل ليه؟
عايز اقول يا باشا ان مفيش حد هيدخل بغرض السرقه وما معهوش حته سلاح صغير يدافع بيه عن نفسه ولا يهدد بيه لما يتمسك او اي حاجه. تمام يا سيف بيه، ده حتى من باب التامين اهو. هو ادم عبد الحي واضح ان الواد ده محترف. هتلاقي الواد ده هشام بيه راقب الراجل الامريكاني بين اسبوع او 10 ايام. وبعدين الواد مش لوحده، اكيد معاه عصابه طبعا. عرفوا تفاصيل الراجل الامريكاني وعرفوا انه غاوي مقتنيات وعنده اسلحه في بيته، واستولوا على الاسلحه وقتلوه بيها عشان يسرقوا على رواقه ويقطعوا علينا فكره ايه؟ سبق الاصرار والترصد. ده كان في كمان هارد ديسك مع المسروقات متوصل بكاميرات المراقبه علشان يسجل كل حاجه. اهي دي بقى معلومه مهمه جدا. تفتكر يا هشام بيه سرقوا الهارد ديسك ليه؟ اكيد عشان الكاميرات صورت الجريمه بتاعته، فسرق الهارد عشان يمسح كل اللي عليه ويلغي دليل الادانه. مش قلت لكم مفيش غيره، هو ادم عبد الحي صاحب الجريمه اللي احنا فيها دي. مش شرط يا باشا، بعد اذنك يعني. مش شرط عشان بصماته موجوده في البيت يبقى هو. الله، طب ما نانسي ليها بصمه على أكرة الباب والسواق والبواب، كل دول ليهم بصمات في كل حته في البيت. ده غير طبعا صاحب البصمه المجهوله اللي احنا مش عارفين نلاقيه لغايه دلوقتي. ده واضح ان انتوا تعرفوا ادم ده كويس جدا. لا يا باشا، اصل ادم ده حبيب هشام بيه. وارد ان نانسي او البواب او السواق يكون لهم بصمات جوه الشقه لانهم يوميا بيتعاملوا مع المجني عليه، لكن ادم عبد الحي وشريكه يكون لهم بصمات جوه الشقه ليه؟ طب ازاي؟ ايه؟ بيدخلوا الاوردر بالفيسبا لغايه اوضه النوم؟ جايز يا سيف بيه، بس على فكره لو كان هو اللي عملها انا مش هرحم. محسن بيه، كل الشهود دول يتحطوا تحت المراقبه، يمكن نوصل من خلالهم لاي خيط يوصلنا لادم عبد الحي. الواد ده لازم يظهر وبمنتهى السرعه. هات لي اهله وحقق لي معاهم، ان شاء الله تجيب لي الجيران. تحت امرك يا باشا. ماشي يا ابن صبرا. طمني يا ستي، ادم في امان، وجبت له اكل وكلم اهله واطمن عليهم وكله تمام. طمنيني انت على نفسك، عملت ايه لما استدعوكي في الاسم؟ ده كان موقف صعب قوي يا بابا. حصل ايه؟ سألوني ايه علاقتي بالقتيل. اكيد، امال هم هيستدعوكي ليه؟ المهم انت قلتي ايه؟ ولا حاجة، قلت لهم ان هو كان عميل عندي واكدت على اني كنت رايحه اخد منه اخر دفعه فلوس ليا. بس قلت ان انا رحت قبل الميعاد اللي انا رحت فيه بساعه علشان يبقى منطقي اني ما شفتش الحادثه. عال كده تمام قوي. اوعى يكون بان عليكي اي حاجه. معرفش بابا، هو احنا هنفضل مخبيين الحكايه على البوليس لغايه امتى؟ لغايه ما يمسكوا السارق ويقبضوا عليه بالمسروقات. طب وافرض ما لقوهوش؟ الحل التاني بقى انكم تروحوا تعترفوا ويقبضوا عليكم وتفضلوا جوه لغايه ما يمسكوا السارق ويقتنعوا ببراءتكم. انهي احسن بقى؟ انكم تستنوا بره لغايه ما يمسكوا السارق، ولا تروحوا برجليكوا للسجن لغايه ما يظهر دليل براءتكم؟ ويا عالم هيجي امتى؟ معرفش، انا ما بقتش عارفه حاجه خالص. مشاهدينا الكرام، اليكم هذا الخبر العاجل. جورج، نانسي، انت في ايه؟ الحقوا بسرعه، في ايه؟ أعلنت جماعة شهداء الجنة مسؤوليتها عن حادث مقتل المواطن الأمريكي بالقاهرة، وأفاد المتحدث الرسمي باسم الجماعة بأن هذه هي أولى عمليات الجماعة في مصر، وأن عملياتها سوف تتوالى في المستقبل. يا دي المصيبه، يا دي المصيبه، دي كده ضلمت أكتر. وكنت عايزه تروحي تعترفي، الحمد لله انك ما رحتيش. طب والعمل يا بابا دلوقتي؟ العمل عمل ربنا. ايه ده؟ هو الواد ده ماله؟ منحوس ولا حظه وحش؟ ده احنا في كارثه.
واضح انك بقيت المتهم الاول في القضيه. في جماعه ارهابيه اعلنت انك منتمي لي. يا نهار اسود، ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني انا كده بقيت قاتل وسارق وارهابي؟ ايه الافتراء والظلم ده؟ ده كده. انا عارف انهم كدابين، بس كل اللي بيدور في الاعلام بيأكد كل كلامهم. عشان كده وجودك في القاهره خطر عليك. امال اروح فين يا دكتور؟ هاخدك عندي تستخبى في مزرعه صغيره في الفيوم. شكل كده استخبى بقيت عمري. ما تقلقش، خلي املك في ربنا كبير. ونعم بالله. ازاي يا استاذ تغير المانشيت اللي انا كاتباه من حادث قتل امريكي لجماعه ارهابيه بتغتال امريكا على يد متطرف مصري؟ انا رئيس التحرير، من حقي احذف واضيف اللي انا شايفه بمصلحه الجريده. ثم اديك شفت المانشيت عامل ازاي؟ الاعلانات زادت وتوزيع الجريده زاد. يا فندم انت كده بتفرغ الرساله الصحفيه من مضمونها وبتحولها لتجاره. راعي عاليه ان انا رئيسي في العمل. حضرتك كده بتحكم على بريء بالاعدام من قبل حتى ما المحكمه تحاكمه. كل وسائل الاعلام ذاعت الخبر، مش احنا بس. كلهم جري ورا الخبطه الصحفيه ومحدش فيهم اهتم بتفاصيل الخبر اللي بينفي التهمه عن ادم وبيثبت براءته. انا عايز افهم، انت مالك متحمسه قوي للبني ادم ده؟ هو قريبك؟ انا فعلا متحمسه لان زميلي في الكليه وانتيم طاهر زميلنا، وعارفه ومتاكده انه ملوش في السياسه من اصله. انا مش بشك فيك يا عاليه، بس ايه دليلك على انه بريء؟ اولا سلاح الجريمه طلع بتاع المجني عليه، وده اكبر دليل ان ادم ما كانش داخل بدافع القتل ولا السرقه ولا عنده نيه سبق الاصرار والترصد. ثانيا داخل شقه القتيل لقوا كاميرات مراقبه متوصله على هارد وتصور عليه الجريمه كامله، والهارد ده اتسرق ومش عارفين مكانه فين لحد دلوقتي. عارفه يا عاليه، برغم اسلوبك اللي انا مش متقبله بالمره، لكن دي معلومات مهمه جدا اللي بتقوليها. انا كتبت مقال جديد وكاتبه فيه كل مستجدات التحقيق. للاسف يا عاليه مش هينفع. ليه؟ لان جالنا قرار بحظر النشر في القضيه بتاتا. يعني ايه بقى؟ يعني مش هقدر انشر لك الا لما النيابه تدي قرار بكده. دي تاني بوله هتخسرها النهارده يا ابو عاطف. مالك مش مركز في اللعب خالص النهارده؟ في ايه؟ مفيش يا مرة يا اخويا، بس تعبان شويه. وايه اللي تعبك؟ موضوع مأزمني كده يا جدع. موضوع ايه؟ الله، وانت مالك؟ هو انت مراتي ولا ايه؟ لا ده انت مونون على الاخر. بقول لك ايه، ايدك على فلوس رهان البوله بتاعتي اللي كسبتها منك. معيش ولا مليم. كلام ايه ده؟ ما انت نفضتني من كل الفلوس من الصبح يا جدع. لا بقول لك ايه، انا عايز حقي لحسن لو ما خدتوش هتنحس. عاطف، ايه ده؟ فوق يا عاطف، فوق يا ابني، يا ابني انا عايز حقي كده. الموبايل ده انا هاخده تخليص حق. وايه تاني وايه تاني وايه تاني؟ ده ايه ده؟ ده شكله غالي، انا واخده ابيعه. انما ايه الحته ده مصالح؟ ده؟ ده هارد يا غالي، اشتريته النهارده كده من واحد بربع الثمن ولسه هشوف فيه ايه. دايما مرزق انت مصالح. طب ما تورينا كده يا معلم. حبيبي يا غالي، عيوني. دي افلام ثقافيه صناعه منزليه يا غالي. اموت انا في المستقنص. ده واضح انها لنفس الراجل بس مع ستات كتيره. شكله بيحب المزاج وبيحب التنويع يا معلم. هم دول يطلعوا كام فيلم كده مصلحه؟ دول دي 10 20 30 40 50 حبيبي، دول 200 فيلم بالتمام والكمال يا معلم. يا 200,000 حلاوه عليك يا ابو سمره. دول بقى نتفرج عليهم ونطبع منهم ل 200 سنه قدام. دي مصلحه وجت ظبط الحد عندنا يا غالي. اموت انا فيك يا ابو سمره يا ابو المصالح يا مستقنص. نانسي انا عارف ومتاكد ان انت حاسه بتأنيب ضمير كبير، بس معلش لازم تستحملي. ما هو يا ريت معلش دي ممكن تصلح حياته اللي خربتها. نانسي ده حاجه اسمها قدر ونصيب، هو انتوا يعني كنتوا متفقين؟ عموما مش انت عارفه ومتاكده ان ادم بريء، تاكدي كمان ان شاء الله ربنا هيثبت براءته.
ازاي بس؟ وامتى؟ دي حاجه بتاعت ربنا بقى يا نانسي. انا صعبان عليا قوي اهله وحبيبته دي، ذنبهم ايه بس؟ هيرجع لهم بالسلامه، وانت عشان خاطري لازم تهدي. انا بفكر اروح لهم واطمن عليهم. لا يا نانسي، كله الا ده، ما ينفعش. انت عارفه كويس ان هم اكيد متراقبين، مروحك اليوم هياكد ان في علاقه ما بينكم، وده طبعا هيخلي البوليس يشك فيكي اكتر. ما هو انا ما ينفعش افضل قاعده ساكته، نفسي احس اني بساعده اكتر من كده. لو ضروري يعني انا ممكن اروح له بدالك، اهو اطمن عليهم واطمنك. بجد؟ اه طبعا بجد، على الاقل انا ليا حجه اروح بيها، مش انا بشتغل في منظمه حقوق الانسان، ممكن جدا ادم ده يكون حاله من حالات البحث الكتير اللي عندي. ثانك يو يا امير، بجد لو عملت كده تبقى جدع جدا. لا ثانك يو على واجب. هاتي العنوان. حاضر، ثواني اكلم بابا خليه يكلم ادم ويجيبه لنا منه. فين بقية حق اللي عليك؟ حق ايه يا ابو حق؟ فلوس اللي عليك بتاع اخر بولك سبتها منك. انت لسه فاكر يا مرعي؟ باقي عليك 100 جنيه منهم ولازم تدفعهم لي دلوقتي. 100 جنيه بس؟ ده انا كنت فاكرهم اكتر من كده يا جدع. لا، ما انا خدت من عندك شويه حاجات كده تخليص حق، انت ناسي ولا ايه؟ حاجات ايه اللي خدتها من عندي يا مرعي يا اخويا؟ ده حته موبايل سكه ما جابش ثمنه، وبتاع كده بيقولوا عليه اسمه هارد، كان مرمي في الدرج. هو انت اللي خدت الهارد؟ وديته فين انت؟ ده ايه يا عمنا؟ ده حقي وانا سرقتك ولا ايه؟ هديك فلوسك كلها حالا على داير مليم، بس ارجوك اديني الهارد. الهارد خلاص انا بعته، ده حتى ما جابش 200 جنيه على بعض. بايه؟ بعته؟ بعته لمين يالا؟ لواحد اسمه سمير مصالح فاتح محل كهربائيات مستعملاه في وسط البلد. اديني العنوان يا وش المصايب. انا عايز اعرف هو الهارد ده عليه ايه؟ وانت مال اهلك يالا؟ ايه؟ باين عليه حاجات كتير تهمك قوي. سوري وانا بستحمى. اخص عليك، هو انت منهم؟ اديني العنوان بسرعه. اقعد يا نادر اهو. باشا في حاجه حصلت كده قلت لازم اجي ابلغ سعادتك بيها. تمام. واحنا بنراقب بيت اهل ادم مراقبتنا العاديه، في راجل غريب كده جه زارهم، اول مره اشوفه. الراجل ده بعد زيارته ليهم بفتره قامت خناقه في بيت جارهم اللي ساكن قصادهم على طول. جارهم ده مسك بنته ادالها علقه يا فندم، البت اغمى عليها لدرجه ان هم نقلوها المستشفى. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا فخور بيك يا نادر. ما يولع الراجل وبنته، انا مالي؟ انا استفدت ايه؟ فين المعلومه؟ يا فندم احنا تحرياتنا اثبتت ان البت دي على علاقه بادم، وان ادم بيحبها وكان ناوي يقرا فتحتها، بس ابوها اللي ما كانش موافق. يعني ادم كان له حبيبه؟ ايوه يا فندم، ده اللي تحرياتنا اثبتته. اكتشفتوا الكلام ده دلوقتي ها؟ انتوا كنتوا فين قبل كده؟ نايمين على ودانكم ليه؟ ده اللي يعتمد عليكم روح في 60 داهيه. يا فندم انا بقول لسعادتك احنا لسه. تقول لي ايه؟ يا فندم انا بقول لسعادتك ان الموضوع ما كانش رسمي، يعني ما بقاش علني. يعني ما لبست دبل. طب ما تقولي كده يا اخي الصبح. فرقت ايه معايا في التحقيق؟ انتوا مش مركزين ليه؟ امتى هتفهموا ان انتوا بتشتغلوا في امن دوله؟ اسمها ايه البت دي؟ اسمها هنا يا فندم، هنا عبيد، واحنا صورناها لسعادتك وادي الملف بتاعها. هات. ايه ده؟ امير؟ ايه اللي جاب امير في الصوره دي؟ ما هو ده يا فندم الراجل اللي بقول لسعادتك عليه، ده الراجل اللي زارهم وبعدها بشويه قامت المشكله. بقى كده؟ سعادتك احنا عملنا تحرياتنا عن الراجل ده عندنا كل معلوماته. يعني بنت في المستشفى، طالما حبيبة القلب في المستشفى يبقى اكيد الحنين هيعمل فيها روميو ويروح لها زياره. تفتكر يا فندم هو على مكتبك يا نادر. تمام سعادتك. امير؟ يا بكار. يا عم جيجا. امال فين مصلحه؟ راح مشوار رفيع كده وجاي. خش اتفضل مكانك ده. الله يبارك. اتفضل يا ابو. الله يبارك لك. بقول لك ايه؟ امرني. ما تجيب لي حلم حليب من القهوه. حاضر من عينيا. القهوه ها؟ حاضر يا ابو.
مصيبه، دي جريمه. ايوه يا فندم، نانسي طلعت من الفيلا واحنا طالعين وراها. اتفضل يا دكتور. ايوه يا فندم، امير طلع من العياده واحنا طالعين وراه. الو. ايوه يا امير. لا دي راحت استراحة الفيوم. طب كلمها يا عمي وخليها ترجع بسرعه. ايه خير؟ في ايه يا ابني؟ في حد بيراقبني واكيد هي كمان. طيب ماشي، انا هكلمك بعدين. سلام. ردي يا نانسي، ردي يا بنتي عليا. جورج يا بنتي ما بترديش ليه؟ رد عليا الله يخليكي. يا جورج استني يا سيسين، مش وقته. انت بتكلمها والموبايل بتاعها في ايدي. ايه؟ نسيته. يا دي المصيبة. شريف الو. واحد يطلع لي فوق والتاني يروح لهنا. يلا علموا المكان. ايه ده؟ انتوا مين وعايزين ايه؟ بقول لك ايه، ما شفتيش واحد معدي في الصاله كده اسمه ادم امين عبد الحي؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. حضرتك بتتكلم عن مين؟ ادم فين يا نانسي؟ ما اعرفش. انا قلت انا ما اعرفش ده مين اصلا. ما لقيناش حد فوق يا باشا. مفيش حد. كنت عارف ان مفيش حد فوق. يلا واحد يتحفظ لي عليها، ما تغيبش عن عينيكم. يلا بقى ما تعرفيش هو فين. ها ماشي يا نانسي. ادم اقف يا ادم، اقف قدامك بالمعارف.
انا عارف انك هنا يا ادم. سلم نفسك احسن لك، الحكايه خلصت خلاص. يا ابني ما تصعبهاش عليك وعلينا. انا مش فاهمك على فكره، مش فاهمك. ايه الفايده من هروبك ده يعني؟ هتستفيد ايه؟ ولا اي حاجه. الفايده في انك تسلم نفسك، على الاقل هتتحاكم وتخلص يا اخي. لكن اللي انت عامله في نفسك ده ايه اخرته يعني؟ هتعيش طول عمرك هربان، طول عمرك. يا غبي اسمع كلامي، ما انت كنت بتجري قدامي دلوقتي، كان ممكن بطلقه واحده نشك اجيبك الارض، بس انا ما عملتش كده. وانا ممكن اموتك دلوقتي، بس انا مش هعمل كده. هو انا يا باشا لو كنت ضربتك دلوقتي مش كنت هتدافع عن نفسك؟ صح؟ انا عملت كده، دافعت عن نفسي. الراجل كان هيموتني، كان لازم ادافع عن نفسي. ولا انا مش من حقي ادافع عن نفسي عشان انا سواق فيسبا؟ بص يا ادم، بص انت يا باشا، انا عملت الصح ودافعت عن نفسي. ايه العيب في كده؟ ما هم دول الكلمتين يا غبي اللي انا عاوزك تقولهم، بس مش ليا انا، عاوزك تقولهم لقاضي، تقولهم لمحكمه، علشان نعرف ندافع عنك. لكن لما تقول الكلمتين دول ليا انا وفي المكان ده مالهمش اي لازمه. الكلام ده يا باشا مش هنا، الكلام ده ممكن يحصل في بلاد بره، انما هنا المحكمه ما بتسمعش غير الكلام اللي انتوا عايزين تقولوه. سلم نفسك يا ادم، سلم نفسك، وانا بوعدك ان الكلام اللي انت هتقوله هو الكلام اللي انا هقوله، وهو اللي هتاخد بيه المحكمه، صدقني. بس سلم نفسك، سلم نفسك. امسك. يلا يا ادم. مش هسلم نفسي يا باشا، مش هسلم نفسي. يبقى هضربك بالنار يا ادم. اضرب يا باشا. انا ما بهزرش يا ادم، هضربك بالنار بجد. خدني جثه، انما قسما بالله العظيم ما مسلم نفسي. اقف مكانك يا ادم، هضرب بالنار، هضربك. ايوه يا ابني. اوامرك يا باشا. لقيتوا الهدف؟ جاري البحث عنه ولا يستدل عليه. دوروا عليه في كل حته. علم وينفذ سعادتك. يلا. دليل في يا كريم مالك؟ ما تنجز. اصل بصراحه اخر حاجه كنت اتخيلها ان انا وانتي وطاهر نقعد نتفرج على حاجه شبه كده. لا وكمان فين؟ في الجورنال. بقول لكم انتوا الاثنين هتوروني اللي جايين توروهولي ولا اسيبكم واقوم امشي؟ خلاص بس انتي المسؤوله. خلص يا كريم وريني. فرجها. يا نهار اسود، قله الادب اللي انتوا بتوروها لي دي. انتوا الاثنين اصلا مش محترمين، وانا غلطانه ان قاعده مع اتنين مراهقين زيكم. ايه يا هبله عودي؟ ده الامريكي اللي قتلوا ادم. ايه ده هو بجد ولا انتوا بتهزروا؟ بعينه وشحم ولحم. ومين اللي معاه دي؟ واضح انه مريض وكان بيجيب ستات يصورهم من غير ما يعرفوا، واكيد دي واحده منهم. معنى كده ان في فيديوهات تاني لناس تانية؟ اكيد. انا قلت كده برضه. طيب وانتوا جبتوا الفيديو ده منين؟ انا جبته من على النت، في حد عمل له ابلود. طب وما عرفتوش مين الحد ده؟ ده اكيد الحرامي اللي سرق الهارد او حد تبعه.
صدقني تفكيرك شبه تفكيرنا، انا وطاهر فكرنا كده برضه. طب بصوا بقى ركزوا معايا، احنا لازم دلوقتي باي طريقه نوصل للي نازل الفيديو ده على النت، لان ده اول الخيط لبراءه ادم. حصل، وطاهر بينفذ وفي خلال ساعات هنجيبه. برافو عليكم، انتوا كده بتفكروا صح. طاهر هتعرف تجيب الاي بي ادرس؟ ان شاء الله هجيب امه لبراءه ادم عبد الحي. ما تلاقيش الواد طاهر ده جامد قوي، بس المهم الموضوع ده يفضل سر بينا، فاهمه؟ لغايه لما نلاقي الراجل. ما تقلقش، دي مساله حياه او موت، واظن يعني ان حياه بريء زي ادم تهمنا كلنا. اي خدمه. في الحقيقه في واحد كده اسمه مرعي جه هنا عندك كده وباع لك هارد كده بالغلط يعني. وبصراحه احنا كنا عايزين نرجع لك الفلوس اللي انت دفعتها فيه وعايزينه. ويا ترى بقى عايزينه فاضي ولا مليان؟ يعني ايه؟ يعني انتوا فاهميني كويس، ده انا بدور عليكم من زمان عشان اخد حق سكوتي على الجريمه اللي انتوا ارتكبتوها. انت شفت شفت؟ ده انا شفت وسمعت وطمعت لما شفت المسروقات والساعات واللازم منه. بس ارجوك بلاش فضايح هنا، يبقى تسمعوا الكلام عشان تاخدوا الهارد وتعيشوا في سلام. طلباتك 100,000 جنيه. ايه؟ انت بتقول ايه؟ بس ده رقم كبير قوي. مش كبير ولا حاجه، ده انتوا سرقتوا وتسترتوا على قاتل، ودي فيها بالقليله 10 سنين لكل واحد فيكم. ده لو سبتت علينا التهم. لا، من الناحيه دي ما تقلقش، الفيديو اللي عندي هيخليها تثبت عليكم بغيرها. ها، فكروا كده وقلبوها في دماغكم يا غاليين، وانا تحت امركم. ماشي، ادينا فرصه بس ندبر لك المبلغ وهنتصل بيك. اهو دخل اونلاين. متاكد ان ده جيجا اللي عنده الافلام؟ ايوه طبعا متاكد، انا جبت الاي بي ادرس بتاعه والفيسبوك كمان. طب تمام قوي، هنعمل ايه؟ هنحاول نثبته لغايه ما نجيب منه بقيه الفيديوهات. طب يلا يا طاهر كلمه، مستني ايه؟ اكلمه منين؟ انا عندي فكره، انا هخش على الاكونت بتاع مونيكا ونجره ونوقعه على ملا وشه. مين مونيكا دي؟ هتعرفي دلوقتي حالا. كلمه. ها يا جيجا، اسمك لطيف قوي. لا بايظين. انا شفت الفيديوهات اللي انت كنت منزلها على سايت الابلود، خصوصا الفيديو بتاع البنت الشغاله والراجل السايح الامريكاني. عجبني. عندك منهم تاني؟ وبتتفرج عليهم لوحدك يا شقي؟ وبعدين ده عايز يسمع صوت مونيكا. طب كلمه، انت على طول بتعمل صوت مونيكا في التليفون، ايه المشكله؟ لا انا مش قادر اركز بصراحه. عاليه انت اعملي كده. تخرجوني بره قله الادب بتاعتكم دي انتوا الاثنين. عاليه عشان خاطر ادم. اسفه يا طاهر، مش هعمل. يا جماعه بقى مش وقت الكلام ده، الموضوع قلب جد. ابعتوا الرقم. يتكلم. ابعتوا الرقم. انا هبعت له الرقم. معلش عشان خاطرنا. 010 رقم غريب اكيد هو. علي. الو. بلال. ايوه انا مونيكا. صوتك حلو قوي يا روح الروح. ميرسي خالص. قولي بقى، عندك كام فيلم من دول؟ عندي يجي 100 فيلم كده. 100؟ دول كتير قوي. مفيش حاجه تكتر عليك يا روح الروح. طب ممكن تسلفهم لي؟ اسلفهم لك ليه؟ ما نتفرج عليهم سوا يا روح الروح. ده انت باين عليك شقي قوي. انت لسه شفتي حاجه؟ طب ممكن اشوفهم الاول وبعد كده اقرر؟ اشمعنى يعني الافلام دي يا روح الروح؟ ايه يا روح الروح اللي انت عملته قولها لي دي؟ وبعدين يعني السايح ده في حاجه شدتني مش عارفه ايه هي. هو انت بتاعت سياح ولا ايه؟ ايه بتاعت سواح دي؟ ما تنقي كلامك. وبعدين انا ممكن اشتريهم كلهم منك بالمبلغ اللي انت عايزه. طب بصي، انا هحسب حسبتي وارد عليكي. طيب اوعى تتاخر عليا، هستناك. جيجا. لا اله الا الله محمد رسول الله. باي. معلش ما انت طلعتي بتمثلي اهو بقى، ما انا عامله لنا فيها قمطه ليه؟ انا شخصيا صدقتك. اصل انا اتعودت لما اعمل حاجه اعملها صح يا ما اعملهاش خالص. اموت انا في المبادئ.
الله يخرب بيت امك، او الحوار ده كله بسبب غباوتك. خلاص بقى يالا، انت كل شويه تقطمني يالا ولا ايه؟ اخرس خالص، ولما يجي ما تفتحش بقك، سيبني اخلص معاه، فاهم؟ وانا من امتى فتحت بقي يا زفت انت؟ يا اخي يا غباوتك، هو اتاخر كده ليه؟ اسكت احسن الراجل جاي. انضف صباح على اوسخ ناس. الهارد فين؟ فلوس فين؟ اشوف الهارد الاول. ماشي، هارد اهو. مش ضمني بقى انك ما عملتش نسخه تانية عشان تقيدنا عليها. والله كل شيء نصيب. لا، ما احنا مش لعبه ولا شخشخه في ايدك، اروح امك. بقول لكم ايه يا غالي انت وهو، الهارد اهو، خلصوا وهاتوا الفلوس عشان تاخدوا الهارد بتاعكم، ولا انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين الهارد بس عمرك معاه. يا ولاد الكلب. وبعدين يا شوقي؟ عاطف بسرعه هات العربيه، خلينا ننقل الجثه دي. يخرب بيت امك، واحنا هنشيل الوزن ده كله ازاي؟ خش هات اللي قلت لك عليه. يا ابني الايه، دوختني معاك. يا منصور ده لغايه دلوقتي مش شايف اي حاجه تشد ولا حاجه جامده يعني. ما هو ذوق خداميني قوي يا جيجا. على رايك والله يا منصور. ده اكيد اللي عايز الافلام دي منك ذوقها نفس الجو ده، ما هي امزجه شقيق. امزجه؟ دي مزاجه عاكر قوي، مش مستقنص خالص. يا عم جري، اعمل معروف جري. ايوه بس، ايوه يا عم هات لي البت البيضه الحلوه المقلوظه دي. عينيا. يا سلام، اخيرا الشاشه نورت يا جدع. لا يا عم جري لي المقدمه وخش في المفيد على المستقنص على طول. عينيا. ايه ده؟ لا 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 لا. ايه ده منصور؟ دي خناقه دي ولا ايه؟ يا نهار اسود، ده جريمه قتل يا جيجا. قتل؟ فتشوا لي المكان ده وحرزوا لي كل الاجهزه والعرضات. خير يا باشا خير. انت مين؟ انا سيد جيجا صاحب المطرح. سيد جيجا؟ حبيب قلبي يا ابو السيد. طب يلا بقى حبيب قلبي عشان هنروح مشوار مع بعض. مشوار فين يا باشا؟ يلا يلا انت هتصاحبني، يلا خده. تصدق انك صعبان عليا يا عاطف؟ صعبان عليكي ليه؟ عشان متغمي وما انتش عارف عدوك من حبيبك. قصدك ايه؟ انا هقولك واخلص ضميري قدام ربنا. ما تتكلمي. شوقي اللي عامل فيها صاحبك وحبيبك ناوي يهاجر على لبنان، بس بعد ما يسرقك ويخلص منك. انت كدابه. شوقي مش ممكن يعمل معايا كده. صدقني يا عاطف، هي دي الحقيقه. بأمارة التعبان اللي كان عايز يموتك بيه، بس باظت منه. انا كده خلصت ضميري قدام ربنا. السلام عليكم. ماشي يا شوقي، انا تعمل معايا كده؟
ايه؟ ركز معايا فوق. ايه؟ معاك للصبح. ليه يا حبيبي؟ معاك للصبح. ماشي. عارف يا ادم، هما هنا بيغموا عيونهم ليه؟ عشان بيخافوا منكم لما تخرجوا بره. لكن انت بقى يا حبيبي لا يتخاف منك ولا انت خارج بره. بس انا واخد على خاطري منك. ليه بس يا باشا؟ مش تطمني عليك. قلبي ياض كان متشحتف عليك. ها؟ مش طمن قلبي بابا. عارف يا باشا انت بتفكرني بمين؟ في مين يا روح امك؟ في واحد زمان ساكن عندنا في المنطقة اسمه حمادة عجل. كان ما شاء الله يا باشا طول بعرض زي كده، بس كان لا مؤاخذة يعني شاذ. فكرني بيه بالظبط يا باشا. اضرب اضرب متفكرش. بقول لك يا باشا مفيش كهرباء. كهرباء وحشتني والله. عينيا. أول مرة تريح شوية. ايديك وجعتك ولا ايه؟ اجيب لك مسكن؟ اضرب. انا عايز امك انا. تعرف تبعت تجيبها لي؟ عايز افهم. رد عليا. انت مش عايز تعترف ليه؟ مين اللي كان معاك جوه يالا؟ انت. المشكلة يا باشا انت مش عايز تسمع. انت عايز تسمع اللي على مزاجك وبس. انت عارف يا باشا انت شكلك كده يعني كان عندك عقدة نفسية مؤاخذة يعني حصلت لك وانت صغير، فبتطلعها على خلق الله، صح؟ موافقني في الكلام ده؟ دلوقتي تعرف انا حبك. دلوقتي تعرف. افتح المية! افتح بقك. افتح. عايز تكهرب على امك؟ قلت له اخويا اسمه حماده يا حبيبي. حماده ايه؟ حماده عجل. ابعت اجيب لك مسكن. ايه؟ ايه؟ الواد ده يتساب مربوط كده وبقى تف في وش روح امك لو شفت الشارع تاني. افتح! افتح باب الزنزانة. ادم ادم يا نهار اسود يا نهار اسود. ادم رد عليا. ادم حد يفكه. هاتوا لي عربية اسعاف وهاتوا هدومه. ادم ادم رد عليا. ادم حد يفكه. ادم ادم يا نهار اسود يلعن ابو شكلك يا سيف الحديد. ادم يا نهار اسود.
ايوه. حصل امتى الكلام ده؟ يعني ايه نقله مستشفى؟ ما يسيبه يموت ولا يروح في 60 داهيه. نقله على فين؟ طب اقفل اقفل بقى، مش وقته، اقفل. ماشي يا هشام بيه، شكلك كده مش هتجيبها البر معايا. يا دكتور انا ادم. انت فين؟ طب خليك مكانك ما تتحركش، انا جاي لك حالا. مين على التليفون؟ بعدين هقول لك بعدين. يا فندم انا بوجه اتهام رسمي للمقدم هشام مذكور قدام معاليك، هو اللي هرب ادم عبد الحي وانا ذكر وادي كل كلمه بقولها. ما حصلش يا فندم، ما حصلش يا سياده اللواء. كل الكلام اللي بيقوله العقيد سيف ده كده وحضرتك عارف ليه. انا يا فندم قاومته باقصى جهدي، بس هو خدني على اخوانا وضربني ونط من الشباك. خدك على اخوانا؟ يا اخي مش عيب عليك، ده انت ظابط، عيب عليك. ما تبطل بقى الحركات دي، عيب عليك انت. انتوا ايه؟ ده تبقى مصيبه وحطت على راسنا كلنا. ده انا ما صدقت انكم عبطتوا عليه. انتوا ايه؟ مش قاصديني؟ عايزين انا عيادة العمليه بفضيحه. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم. يا فندم هشام مذكور هو المسؤول الاول والاخير عن هروب ادم عبد الحي. يا فندم دخلي في التعليمات، خرج ادم عبد الحي لمستشفى بره جهاز امن الدوله، هو المسؤول، لازم يتحول للتحقيق. مش هو بس اللي هيتحول للتحقيق، كلنا هنتحول للتحقيق، واولكم انا. بعد اذن معاليك. يلا يا عاطف، انت بصمتك اتطبقت مع البصمه المجهوله اللي لقيناها في مسرح الجريمه. يعني القضيه لابساك. ما تعترف يا ابني بقى وتخلصنا. يا باشا انا وشوقي فعلا سرقنا الامريكاني، بس ما قتلناهوش، ما قتلناش. ما قتلناش. مش شوقي ده يالا اللي ظبطوك متلبس بقتله؟ هو اللي كان عايز يقتلني وانا كنت بدافع عن نفسي، فقتلته بالغلط. قتلته ليه يا عاطف؟ عشان كان عايز يغدر بيا زي ما غدر بسمير مصالح يا باشا. وغدر بيه ازاي؟ عشمناه اننا هنقبضه فلوس قصاد انه يدينا الهارد اللي سرقه مننا مرعي وباعهوله. وبعدين؟ لما قابلناه شوقي اول ما شافه راح هجم عليه وقتله. قتله؟ يعني كمان قتلته سمير مصالح؟ ده كده 3 جرايم يا حبيبي. مش انا والله العظيم يا باشا، شوقي هو اللي قتله. انا كل اللي انا عملته اني ساعدته في دفنه، اكرام الميت دفنه يا باشا، عشان ناخد منه الهارد. ولا عايزين ناخد منه الهارد يا بيه ولا ونستر على جريمتنا. الهارد فين يالا؟ الارض هقول يا باشا. والله شوقي هو اللي كسر الارض وحرقه عشان كنا متصورين عليه واحنا بنسرق الامريكان يا بيه. يعني قتلتوه عشان تسرقوه؟ لا يا باشا، احنا لما دخلنا عليه لقيناه مقتول، قمنا سرقناه، بس مش احنا اللي قتلناه. والله العظيم احنا اللي قتلناه. انت هتعدد يالا، اخلص. بص يا عبد الكريم بيه، انا قبضت على عاطف واعترف لي ان هو وشوقي اللي قاموا بالسرقه، واللي اكد على كلامه ان البصمه بتاعته اتطبقت مع البصمه المجهوله اللي احنا بقالنا كتير جدا بندور عليها. وادي يا فندم تقرير الطبيب الشرعي اللي بياكد على كل الكلام اللي بقوله لسيادتك. ده غير يا فندم ان هو اعترف لي ان هو وشوقي قتلوا واحد اسمه سمير مصالح. سمير مصالح ده كان اخد الهارد من وراهم واتفرج على الفيديوهات، وطبعا فيديو الجريمه، ولما كلمهم علشان يساومهم عشان يسكت راحوا قاتلينه واخدوا الهارد للمره التانيه، بس المره دي بقى سعادتك كسروه وحرقوه. ده على حسب روايه عاطف، وده بقى بيجاوب على لغز كان محيرنا بقاله كتير قوي. احنا ليه لحد النهارده مش عارفين نلاقي الهارد؟ بس لحسن الحظ سعادتك ان كان في واحد اسمه سيد جيجا
كان واخد نسخه من الفيديوهات على فلاشه من ورا سمير مصالح لما كان عنده الهارد قبل ما يتقتل، والنسخه اللي انا وريتها لسعادتك احنا لقيناها عنده لما قبضنا عليه واعترف بكل حاجه. وطبعا كان واخد الفيديوهات دي علشان يتفرج عليها او يبيعها لاي حد غشيم. اما بقى شوقي ده بتاع محل البيره اللي احنا كنا حققنا معاه من الاول خالص، وطبعا انكر ونفى التهمه عن نفسه، وكمان عرف يبعد شكوكنا عنه، واتصرف في جزء من المسروقات هو وشريكه عاطف، ولما اختلفوا اتخانقوا مع بعض. اما عاطف قتل شوقي قبل ما شوقي يقتله، وبقيه المسروقات كلها لقيناها في الشقه وحرزناها، وده كشف بكل الحاجات المتحرزه. متهيألي بقى كده سعادتك القضيه خلصت. يا هشام، دي لفه صعبه قوي. معلش يا فندم، ما هي الحقيقه دايما بتبقى صعبه، بندور عليها كتير قوي، بس المهم لما نلاقيها لازم نحقق العداله وننقذ ادم من المجهول اللي مستنيه. يا ريت، بس ازاي وهو هربان واحنا مش عارفين طريقه؟ احنا لازم نقبض عليه الاول عشان نحقق معاه ونحاول نثبت براءته، خصوصا ان القياده السياسيه رفضت الطلب الامريكي وقررت التحقيق معاه جوه مصر. بجد يا فندم؟ ده خبر جامد جدا. ادخل. معاليك مطلوب للتحقيق تحت. يا ريت بقى تبقى طمنا عليك. اتفضل. بعد اذن حضرتك يا فندم نبقى نكمل كلامنا بعدين. اتفضل يا هشام. يا سيف، عملت ايه في التحقيق؟ هنتلط يا باشا. ايه؟ واضح ان كلنا هنتلط بسبب الواد ابن صبر ده. قول يا ادم، قول كل اللي جواك. اسمي ادم امين عبد الحي، مواطن عادي واقل من العادي. اكبر حلم عندي اني اعيش مستور. كل ذنبي اني انقذت بنت بلدي ومرضتش بالظلم. انا عايز اللي بيتفرج عليا دلوقتي او يسمعني يحط نفسه مكاني. لو ليك بنت او مراتك او اختك اتحطت في نفس الموقف، مش كنت هتتمنى انك تلاقي حد يطلع لها من تحت الارض ينقذها باي شكل وباي تمن؟ انا عملت كده، عملت اللي المفروض يتعمل، بس اللي المفروض يتعمل في الزمن ده للاسف ما بقاش يتعمل. وقد تم ايقاف المقدم هشام توفيق مدقور عن العمل، ويسري قرار الايقاف من ساعته وتاريخه لحين الانتهاء من التحقيق. خلاص يا جماعه، انا طلعت الصفحه وكمان الفيديو اللي جابه لنا الظابط هشام على النت. بجد يا جماعه الفيديو ده فرق معانا كتير قوي. اوعى حد يعرف ان الظابط هشام بيحاول يساعدنا، هنأذيه في شغله. يا ابني ده شيء بديهي، يعني الراجل كتر خيره وبيحاول يوجد معانا دليل براءة صاحبنا، نعمل معاه كده؟ دي حتى تبقى عيبه في حقنا. تمام كده. نانسي، دلوقتي جه دورك عشان تردي الجميل لآدم. انا؟ ازاي؟ احنا بقى عندنا صفحة تضامن مع آدم على النت، عايزة اسجل معاكي حوار تحكي فيه كل الحقيقة وانزله على الصفحة عشان كل الناس تشوفه وتعرف الحقيقة. ايوه، طب ما هي ظهرت في الفيديو وكل حاجه كانت باينه. ظهورها في الفيديو شيء وكلامها وتعليقها على اللي حصل شيء تاني. يا جماعة انا صحفية وعارفة ده ممكن يفرق كتير مع الناس ازاي. اوكي يا عليا، هعمله. بس يا نانسي خدي بالك ان ده ممكن يكون مش في صالحك، خصوصا انك هتقولي الحقيقة اللي ما قلتهاش اول مرة لما حققوا معاكي. عشان خاطري خدي وقتك فكري، انا مش عايزة اكون بضغط عليكي. ادم ما فكرش لما انقذني، دي اقل حاجة ممكن اقدمها له، مش كده؟ يعني الظابط هشام اتوقف عن العمل بسببي؟ ساتر يا رب. الظاهر ان انا بقيت شر على كل اللي بيحاول يساعدني. الحمد لله.
بقول لك ايه يا نانسي، انا عايز اطلب منك طلب. في عنوان ضروري تجيبيهولي من تحت الارض. انا عايز عنوان سيف الحديدي. مالكيش دعوه دلوقتي، انا هبقى فاهمك بعدين. اهم حاجه هكلمك بعد نص ساعه تكوني جبتهولي من تحت الارض. اوعي تنسي يا نانسي. ماشي، سلام. صدقتوني ان ادم ما قتلش قصد، كان بيدافع عن نفسه. الف مبروك يا يحيى، كده اكيد ادم هياخد براءه. الحمد لله الف مبروك. الف مبروك ان شاء الله. استاذ ادم يرجع لنا بالف سلامه ان شاء الله. خلاص يا جماعه، انا طلعت الصفحه وكمان الفيديو اللي جابه لنا الظابط هشام على النت. بجد يا جماعه الفيديو ده فرق معانا كتير قوي. اوعى حد يعرف ان الظابط هشام بيحاول يساعدنا، هنأذيه في شغله. يا ابني ده شيء بديهي يعني، الراجل كتر خيره وبيحاول يوجد معانا دليل براءة صاحبنا، نعمل معاه كده؟ دي حتى تبقى عيبه في حقنا. تمام كده. نانسي دلوقتي جه دورك عشان تردي الجميل لآدم. انا؟ ازاي؟ احنا بقى عندنا صفحة تضامن مع آدم على النت، عايزة اسجل معاكي حوار تحكي فيه كل الحقيقة وانزله على الصفحة عشان كل الناس تشوفه وتعرف الحقيقة. ايوه، طب ما هي ظهرت في الفيديو وكل حاجه كانت باينه. ظهورها في الفيديو شيء وكلامها وتعليقها على اللي حصل شيء تاني. يا جماعه انا صحفيه وعارفه ده ممكن يفرق كتير مع الناس ازاي. اوكي يا عليا، هعمله. بس يا نانسي خدي بالك ان ده ممكن يكون مش في صالحك، خصوصا انك هتقولي الحقيقه اللي ما قلتهاش اول مره لما حققوا معاكي. عشان خاطري خدي وقتك فكري، انا مش عايزه اكون بضغط عليكي. ادم ما فكرش لما انقذني، دي اقل حاجه ممكن اقدمها له، مش كده؟ يعني الظابط هشام اتوقف عن العمل بسببي؟ ساتر يا رب. الظاهر ان انا بقيت شر على كل اللي بيحاول يساعدني. الحمد لله. بقول لك ايه يا نانسي، انا عايز اطلب منك طلب. في عنوان ضروري تجيبيهولي من تحت الارض. انا عايز عنوان سيف الحديدي. مالكيش دعوه دلوقتي، انا هبقى فاهمك بعدين. اهم حاجه هكلمك بعد نص ساعه تكوني جبتهولي من تحت الارض. اوعي تنسي يا نانسي. ماشي، سلام. صدقتوني ان ادم ما قتلش قصد، كان بيدافع عن نفسه. الف مبروك يا يحيى، كده اكيد ادم هياخد براءه. الحمد لله الف مبروك. الف مبروك ان شاء الله. استاذ ادم يرجع لنا بالف سلامه ان شاء الله. هات عسكري ذكر يحميك يا عجلة باشا. انت بتعمل ايه هنا يالا؟ يا بت كنت بطمن عليك يا بت، وحشتيني، قلت اجي ازورك واظبطك. بعدين كان نفسي اشوفك كده بقميص نوم. هي المدام سفيفه يا باشا، سفيفه ها؟ بس الهدوم ما جاتش على مقاسك. يا امك يا ابن الكلب منعتك. ان ما علقتك انت وعيلتك كلها ما بقاش انا سيف الحديدي.
طب ليه كده يا باشا؟ ده انا حتى ضيف عندك يعني حد يعمل مع الضيف كده؟ ها؟ ده انا ضيف عندك يا باشا. قلة أدب مش عايز، ها؟ بلاش قلة أدب. اهدى بقى عمك. الكلام ده تعمله هناك. قول لي يا باشا، ايه احساسك؟ مبسوط؟ مبسوط بالشويتين دول كده؟ انت ايدك ناعمه كده ليه يالا؟ يا صبرا كانت بترضعك صناعي ولا ايه؟ صبرا، فكرتني بصبرا. اخبارها ايه؟ امك اسمها ايه؟ بعينك. على فكرة ممكن اضغط عليك واعرف اسم امك. انسى. والله ممكن، بس انا مش واطي زيك، لان امك ملهاش ذنب. ما هي لو تعرف ان الخلفة دي هتبقى وسخة كده اكيد ما كانتش خلفتك ولا اتجوزت اساسا، صح؟ يا امك منعتك يا دمع. يا انت بقى يا ماشي يا ابن المرتشي. ماشي ماشي. ايه رايك؟ قلت تهدى بقى. بس انا زعلان منك يا خيبت ظني. طلعت ما بتعذبش كويس، يعني هفق. انا بقى النهارده هاجي اعلمك حاجه جديده. تضحك؟ انا اضحكك دلوقتي على الاخر. نفسي اشوف اخرك يا ابن صبرا. ابن صبرا ده هيقلبك مره حالا. انت بتعمل ايه يالا؟ ايه رايك؟ بتعمل ايه؟ بص كده، ركز بقى معايا. هقتلك يا ابن صبرا وحياة امك منعتك. السلك ده يا باشا المفروض دلوقتي تعالى كده نجرب من هنا. نحطه فين؟ خلاص يا بابا، خلاص يا بابا. ها على كيفك صح؟ مش حاسس بحاجه. طب حس بقى. مبسوط؟ 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 حياة امك اخليك تبوس رجلي في يوم من الايام. بتبعت تجيب صحابك معاك هنا، تبعت رجاله احسن. بيني وبينك يا باشا انا شايف ان انا بعمله ده تسالي. نخش بقى على التقيل، ايه رايك؟ وانا موافق. هدوقك شويه تقيل ارجوك. شويه تقيل. يا ريت ترضى. يلا يا شاطر، يلا. ها حلو صح؟ كمان مرة. حاضر. حياة امك منعتك. يلا استحمى بقى، ها عشان تأخرنا على الفصل. يلا ها. مبسوط يلا؟ ماشي. مبسوط؟ اللي اقول لي يا باشا صحيح، تفرق لو كنت جبت فوطه خضراء من صفراء من زرقاء؟ تفرقش كلها تفرق في الرجوله. الله ينور عليك. اتنفس بقى يا عم الراجل. ها فين الرجوله يا؟ فين الرجوله؟ هتعرفها في يوم من الايام يا ابن صبرا. حياة امك منعتك. اهدى شويه، اهدى كده، انت حلو امور. اهدى صحتك. اهدى يا بابا، اهدى يا حبيبي، اهدى يا بابا، اهدى شويه، اهدى يا بابا. تعالى بقى نتكلم كده راجل لمرة. اللي اقول لي يا باشا، ليه القانون بتاعكوا ده ما بيمشيش غير على الضعيف؟ بلاش دي، بلاش. ليه لما امشي في الشارع مثلا وقابل واحد من امثالك يسالني عن بطاقتي يقول لي شغال يالا؟ طب ليه يالا؟ ليه يالا؟ انتوا بيعلموكوا يا باشا الاحداث؟
ولا انتوا مثلا بيبقى عندكم عقده وانتوا صغيرين نقص بتطلعوه على خلق الله لما تكبروا؟ ايه هتيجي زي الفار ولا ايه؟ لا هنأجل بقى الموتة، نخليها وقت تاني. ها صحيح يا باشا، نسيت اقول لك حاجه. كنت قايل لي لو شفت الشارع اعمل ايه هتف على وشك، صح؟ يا امك انا هقتلك يا ادم عبد الحي. يبقى اقفل الشباك كويس يا هفا. سامعني يا ادم عبد الحي تاني يا باشا، وحياة امك ما انا عندك. والاول مره في مصر حجز اختلط. ايه في الميه؟ رجالي وحريمي وبين البنين، الشعر على الشمال والمرة على اليمين والكراميلا في النص. منورة يا علي، منورة يا شاعر. تقول ايه؟ ها؟ ادم فين يا ولاد الكلب؟ ادم فين؟ ادم فين؟ ادم فين؟ ادم فين؟ ما اعرفش ادم جاي ادم جاي. بس انا عندي مشكلة، لازم افضيله مكان. انا هعمل اوكازيون، اللي هيقول لي ادم فين هروحه. مين قال عايز اروح؟ والله العظيم يا فندم، انت ما تتكلمش. اسمك عالية؟ ها؟ المفروض لسه صوتي واطية. حياة ام شعرك ده ها؟ عمال 7 رجالة بعض. يا شاعر والله العظيم ما اعرف، والله العظيم ما اعرف هو فين. والله ما اعرف. بقول لك يا شاعر والله ما اعرف، إيه والله ما اعرف هو فين. ايه ده يا حبيبي؟ والله يا فندم ما اعرف هو فين، والله ما اعرف هو فين يا فندم. افتح المية. حياة ام ما حد خارج من الحبس. يا علي اديني كده. يا شيخ معكش خالص. سامعني؟ ها؟ سامعني يا حاضر والله العظيم ما حاضر، والله ما حاضر. بقول لك يا شاعر، انت عايز منك خدمه. اتفضل يا فندم، اتفضل. انا عايزك تعمل فيها جميله كده وانا برضه هشيلها لك. عايزك كده وانت في جو الاسترخاء ده تكتب لي كده كلمتين حلوين، تكتب لي قصيده نهايه ادم عبد الحي. بس انت كده هتحتاج قلم ورقه. انا معايا قلم استنى، لقيت قلم اهو. حرام يا كراميلا، حياة أمك والله يا فندم انا هتخرج من هنا لما هتسترجل. حاضر يا باشا، حاضر. يبقى عمرك ما هتخرج. يا ده انا عايزك تسترجل يا ادم. انت عارف لو قلت لي ادم عبد الحي فين؟ اقسم بالله عارف لو قلت لي ادم عبد الحي فين؟ يا فندم انا لو يبقى عارف. انت كده راجل. حاضر حاضر. نعرف لا مؤاخذه نكتب في بطاقتك ايه بدل ما الخانه فاضيه. ها؟ سامعني؟ هتقول ولا لا؟ يا فندم انا يا واحد يا فندم، انت انا نفسي هقول لك. ادم فين؟ ادم فين يا واطيه؟ عاليه عاليه، انا عايزك بقى تتجلى وتكتب بمزاج. والله العظيم هكتب لحضرتك. بص يا حبيبي كده انت بقيت في مارينا. حاضر يا فندم. ماشي مارينا معاك حاضر يا اهي. فندم. ماشي حاضر يا فندم. عايز نسوانك اجيب لك والله نسوان. العظيم هكتب لحضرتك. عايز عارفين الصوت ده؟ ها؟ يا جماعه عندي الحاجه وحياة ابوك
عايز ايه؟ نانسي لغايه دلوقتي لسه مختفيه يا فندم، والتحريات بتاعتنا ما وصلتناش لمكانها. نانسي يا اخويا لسه مختفيه يا فندم لحد دلوقتي. ما اشوفش وش اهلك انا لما تكون نانسي موجوده هنا، سامعني؟ اختفي. تمام يا فندم. صباحية مباركة عروسة. قصدتي؟ حيوان، انت مش بني ادم. بكره اللي بتعمله ده يتعمل في مراتك وامك واختك اللي زيك ده يتقعد تموت. ادم عبد الحي فين يا مارا؟ اوعي تقولي لي مش عارفه. ها؟ اعرف. انا فخور بيك يا نانسي. فين بقى حبيبة عمك؟ عند امك. ولا اقولك تلاقي عند مراتك في البيت. بتعملي في نفسك كده ليه؟ يا بنت انت بنت ناس، فوقي لنفسك. ده حته صايع ارهابي معفن افعصه تحت جزمتك. يا بنت فوقي، انت بنت ناس، لا من مستواكي ولا من بيئتك ولا من دينك. بس راجل، وانت طبعا ما تعرفش يعني ايه راجل، مش كده؟ يتقل منك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت ظالم 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 ظالم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. ادخل. مقدم هشام مدكور بعد الوقف. انت بتعمل ايه هنا يا هشام؟ انت مش موقوف؟ حبيب قلبي،
اسمعني يا هشام كويس. لو متخيل ان انت جبت ادم عبد الحي عشان تصلح غلطتك وما تتوقفش تبقى غلطان. انت هربته وجبته. تعالى بقى نخصم ده من ده، هتلاقي نفسك لازم تتوقف هتتوقف. بص يا سيف، انا ولا هاممني الوقف ولا هاممني الشغل كله ولا هاممني حاجه. انا خلاص عرفت وزهقت. زهقت من الظلم والافتراء والوساخه. كرهت النفاق والمحسوبيه. مليت من اننا كلنا شغالين زي خليه نحل عشان نخدم فرد واحد وناسين 80 مليون فرد. يا باشا انا ما بقتش تبع النظام ولا هاممني جهاز امن الدوله ده كله. انا بس في حاجه محيراني وعايزكم توضحوها لي. هو مين جاي مع مين؟ هشام اللي جايب ادم ولا ادم اللي جايب هشام؟ طب لو هشام اللي جايب ادم يبقى جايب ادم عشان يصلح غلطته وما يتوقفش. بس هشام لسه دلوقتي قايل ايه؟ انه زهق وقرف من جهاز امن الدوله وعايز يقدم استقالته. لا حاجه تغير. طب لو ادم اللي جايب هشام، بس ادم ما يعملهاش. ادم اذكى من كده بكتير ولن يتخيل ان وجود هشام مذكور هيقدر يحميه مني. ما انتوا لازم تفهموني برضه مين جاي مع مين. انا هو يا باشا بين ايدين سعادتك، واللي انت عايز تعمله فيا اعمله، بس بالله عليك مشي امي واخواتي، مشيهم كلهم. الناس دي ملهاش اي ذنب في اي حاجه، واللي تؤمر بيه سيادتك نفذه. انا تحت امرك. بص يا باشا، انا ارهابي وقتلت وسرقت. انا اي حاجه حضرتك عايزها، بس وحياة اغلى حاجه عندك مشيهم، ملهمش ذنب في اي حاجه. باشا انا بصراحه جاي عشان ابوس على جزمتك زي ما حضرتك قلت لي. باشا ممكن اسالك سؤال؟ قول يا كبير، ده الليله ليلتك يا وحش. هو انت مقتنع ان انا ارهابي؟ لا. سيف يا حديدي، انت بتتكلم بجد؟ وانا عمري هرجت يا هشام مذكور ولا ايه؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ ايه الاجراء اللي هنتخذه دلوقتي؟ ولا اي حاجه. ما عليك، هتروح على بيتك وهتفضل موقوف زي ما انت. وادم عبد الحي بقى ده ضيفي، هيتعلق وهيتنفخ وبعدين يطلع على النيابه وبعد كده يطلع المحكمه والمحكمه بقى تحكم معاه. احنا ملناش فيه. باشا هو انتوا ضميركم فين؟ ولا لا مؤاخذه يعني النفوذ والسلطه بينسوا الضمير ويخلوا خلق الله بالنسبه لكم مداس؟ هو لو ادم ده يا باشا كان ابن حد من الوزراء ولا ابن حد من المحاسيب، مش كان زمانه نايم في بيتهم؟ يا اخي ده انا ابن بلدك، ده انا مصري زيك. انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انا كنت بدافع عن واحده مصريه، كلب امريكاني كان عايز يغتصبها. انت ليه محسسني ان انا جاسوس؟ هو بجد يا باشا امريكا بتؤمر وحكومه بلدنا بتركع وتطيع؟ فهمني يا باشا، ولا حتى مستخسرين فينا ان احنا نفهم؟ بالظبط. احسن حاجه انكم ما تفهموش، لانكم لما بتفهموا بيبقى خطر عليكم وبتغلطوا، واحنا بنحبكم، ما نحبكوش تغلطوا. لا حنين يا باشا، حنين. بمناسبه بقى الحنيه يا ادم، انا مجهز لك مفاجاه هتشكرني عليها وتعرف قد ايه احنا بنحبكم. ايه يا ابني؟ ابعت لي ام ادم عبد الحي ومراته والبنت المسيحيه. انا فخور بيك يا هشام. انا بعرفك من 14 سنه، اول مره تاخد قرار صح في حياتك. يا ابني انت مكانك مش هنا، انت كبيرك محاسب في بنك تعد فلوس غيرك.
اعمل الصح، ما تخافش من اي حاجه، ما تطيش من اي حاجه، ما تخافش غير اللي خلقك، وما تطيش غير اللي خلقك. اعمل الصح وقول الحق ولو على قدك. بلاش يا ادم، ارجع هشام ارجوك يا ادم، ارجع هشام، ريح نفسك. اعمل الصح وقول الحق ولو على رقبتك، ما تخافش من اي حاجه، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير اللي خلقك، وما تطيش غير اللي خلقك. اكسب نفسك احسن ما تحاول تكسب الدنيا وتلاقي نفسك في الاخر خسرت الاتنين وتعيش في جحيم زي. خليك فاهم، اعمل الصح وقول الحق ولو على رقبتك، ما تخافش من حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، ما تطيش لحد، ما تطيش غير من اللي خلقك. حرام